شركة ام توباك للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة زبادي مروحة موديل 712. ماكينة سهلة في الاستخدام، تعمل على كهرباء المنزل 220. ماكينة بتلحم جميع أنواع الكوبايات، مصنعة من بولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبي إي تي. بنستخدم معاها طبق ألومنيوم لاكر أو بولي إيثيلين. هنعمل تجربة النهاردة على المقرمشات في كوباية بولي بروبيلين مع طبق ألومنيوم لاكر. ماكينة عندي سريعة، عندي فيها 3 اسطمبات، كل اسطمبة فيها 4 كوبايات. بنكون مجهزين حاطين في كل اسطمبة الكوبايات بتاعتنا على ما نلحم واحدة، وبعد ما تلحم عقبال ما افضيها واعبي مكانها تاني مش ملحوم وتكون التانية لحمت، وكده نعملها ماشية سريعة. عندي هنا لمبة بيان بتشتغل اثناء التشغيل، وده باور الماكينة، وهنا الوقت، وهنا درجة الحرارة. بنظبط الوقت ودرجة الحرارة بناء على الخامة اللي بنشتغل عليها في الكوباية والطبة. هنا السخانات، ده الدراع اللي بينزل بيه. اول ما انزل بيه مغناطيس بيشتغل، بيبدأ يعد الوقت اللي احنا ظابطينه، بتخلص عملية اللحام وبتخلص. ادي عندنا اهي كوباية نحطها في الاسطمبة كده، نلف، نحط الطبة فيها ناحية بتلمع وناحية مطفي، نخلي المطفي تحت. نجيبها تحت السخانات وندوس كده، ننزل كده، خلاص كده بتلحم واللمبة بتبان نورت. اول ما تخلص ترفع وحديها. في الطبيعي ان انا بكون مالي دول، على ما اجيب دي تحت السخانات تلحم اكون انا فرغت دي، تبقى العملية ماشية سريعة. اكون فرغت وعبيت مكانها فاضي. يعني عن مع المرمشات ادي مفيش اي تسريب، مع جودة لحم عالية جدا. ممكن نلحم عليها جميع منتجات التسالي بانواعها، القصب مقشر، غزل البنات، الجيلي، الزبادي، كريم كراميل. كده احنا عملنا تجربة لحام كوباية فيها مقرمشات على ماكينة زبادي مروحة باستخدام كوباية بولي بروبيلين مع طبق ألومنيوم لاكر، على ماكينة لحام أكواب أو زبادي مروحة موديل 712. مقدمة لكم من شركة ام توباك للصناعات الهندسية والتغيير الحديث، شارع مهندس محمود فرغلي، تحت إشراف إدارة مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.